هل خشونة المفاصل معناها إن الألم لازم يفضل مستمر ولا نقدر نحسن جودة الحياة؟ خشونة المفاصل من أكتر المشاكل اللي بتأثر على الحركة وجودة الحياة، لكن المهم إننا نفهم طبيعة المرض، إزاي نتعامل مع الخشونة، مش ناخد مسكنات كده وخلاص. إحنا بنشتغل على أكتر من محور لتحسين حالة المريض. أول حاجة، لو في التهابات أو تهيج بالمفصل بنحاول نقلل الالتهابات ونتعامل مع الألم بشكل مناسب. لو الوزن زايد، جزء من سبب المشكلة هو الوزن، بنشتغل على المريض إنه يحسن الوزن، نقلل الضغط على المفاصل، وده بيعمل فرق كبير جدا في الحركة والألم. بعض الحالات ممكن نستخدم الحقن الموضعي، وده بيحسن جودة المفصل والاحتكاك بين العظم. وكتير من الحالات بنحتاج نعمل لهم جلسات تأهيلية عشان نقوي العضلات اللي شايلة المفصل. هدفنا في النهاية إن مريض الخشونة يقدر يتحرك بشكل أفضل ويعيش حياته بجودة أعلى.